السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمين لازم تعملهم، هم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. طبعا من غير كلام كتير نبدا في الفيديو بتاعنا النهارده، وهو اللي هنتكلم عن السمارت ووتش اللي هي الاكس 8 الترا بلس، الساعه الشياكه اللي انا لابسها دي. طبعا في الفيديو انا هنتكلم عن السمارت ووتش دي اللي هو الابلكيشن بتاعها وايه نظامها وايه الامكانيات اللي ممكن نقدمها بالنسبه للساعه دي وبالنسبه للابلكيشن بتاعها. وطبعا زي ما انت عارف الابلكيشن بتاعها هو وير فيت برو. طبعا كل اللي محتاجينه الساعه والتليفون عشان نبدا الفيديو بتاعنا. نمسك طبعا التليفون بتاعنا كده ونفتح وير فيت برو. طبعا نيجي كلمة معدات اللي هي هنا كده وندوس على مثلا مسح. كنت تقريبا فاتح ساعة تانية اللي هي ال HW8 ماكس. نضيف طبعا ساعة جديدة وهو الفتح تمام، مفيش مشكلة. افتح الموقع بتاعك. كلمة السر طبعا انتوا حفظتوها. نيجي هنا كده مفيش مشكلة ماشي. وندوس اضافة جهاز. افتح بلوتوث، ده مش فاتح خالص. ماشي، نفتح البلوتوث بتاعنا ونشوف الساعة هتيجي ولا لا. طبعا الساعة ظهرت قدامك اللي هي الاكس 8 الترا. ندوس عليها اقتران، المفروض تقترن يعني. طب احنا كده خلاص اتصلنا بالسمارت ووتش بتاعتنا، وطبعا بيظهر قدامك الاسم ووجود كلمة متصل، وعندك هنا نسبة الشحن اللي هي 23%. طبعا مفيش اي حاجة ظاهرة قدامك حاجة تانية خالص غير الكلام اللي انت شايفه ده. طبعا نفتح معاك واحدة واحدة كده ونشوف ايه دنيتهم. طبعا لو دوسنا مثلا على دي طبعا خلفيات انت ممكن تضيفها زي ما انت عاوز. طبعا عشان النت عندي ميت، هو مش بطيء لا ميت خالص، فهو يعني استنوا عليه شويه. فنخش مثلا على كلمه تنبيه. دي حاجه انت المفروض تكون عارفها اصلا، اللي هو بيقول لك كلمه اختار او اي حاجه اختار. دي يعني مش اختار حاجه بايدك، لا ده حاجات انت ممكن تضيفها. شوف انت عايز تضيف ايه، يجي لك اشعار عليه، وحاول ان انت تقلل الحاجات ده عشان البطاريه معاك. نرجع كده، وطبعا الحاجات انت معظمها عارفها. سوق التطبيقات ده حاجات انت لو عايز تضيفها ممكن تضيفها عادي. اللي هو انا وانت دي حاجه كويسه. نسبه السكر، معدل التنفس، فيديو قصير التحكم، حاجات كلها عامه انت ممكن تضيفها عادي. نرجع كده، وعندك جهات الاتصال المفضله. طبعا ممكن تضيف اللي انت عايزه، معاك لحد 10 او اكتر. وهي طبعا موجوده هنا على السمارت ووتش بتاعتك الاسامي، وبتكون محفوظه يعني. هنا في ميموري بتحفظ كل حاجه انت بتسجلها عليها. عندك مثلا بطاقة العمل، ودي حاجة أصلا مش أساسية بالنسبة لك وبفلوس. فنرجع كده. تقارير الطقس، جهاز البحث، دي حاجة بتدوس عليها كده تلاقي الساعة بتاعتك بتهز. طبعا ممكن تعمل العكس. نيجي مثلا على كلمة التذكير الصحي. ده حاجة طبعا حاجة مهمة جدا انت تظبط فيها الإعدادات اللي انت عايزها. في حاجه كلمه محفظه، ودي حاجه طبعا مش تبعنا زي ما قلت لك قبل كده بفلوس. التقاط الصوره طبعا التليفون نفسه اللي بيصور. الساعه نفسها ما فيهاش كاميرا، يعني ما تسالنيش ليه عندي هنا علامه الكاميرا وهنا ما بتصورش. التليفون طبعا هو اللي بيصور. عندك حزمه البطاقه، دي حاجه برضو بالنسبه للايفون او بالنسبه للحاجات اللي بتعمل مسح. وجايبين لي اعلان دلوقتي، انا مش هشترك في حاجه عامه يعني. حاجات انت ممكن تضيفها بطاقه ليك. اعدادات اخرى بقى زي كده. رفع معصمك دي زي ما قلت لك حاول تقفلها. الساعة ماشي خليها 12. قياس آلي كل ساعة، دي حاجة برضو بتستهلك من البطارية معاك. اعدادات اذن المحمول دي تمام. ترقية، حاجات كده خلاص. يعتبر احنا خلصنا معظم الحاجات. عندك مثلا ايه كل الاوجه اللي قدامك دي حاجة انت لو عايز تضيف خلاص اعلانات يا جدعان بقى، انا زهقت والله. لو عايز تضيف ان انت تحط صورتك او تحط اللي انت عايزه، طبعا الحاجات اللي ظهرت قدامك دي شايف في هنا كده $1، في عندك $2. ايه يا جدعان الكلام ده؟ احنا ليه يعني نشتري واحده؟ تنزل تحت خالص كده تخصيص شاشه توقف، ندوس عليها كده. بالظبط انت لو استخدمت الابلكيشن ده قبل كده هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. هتضيف انت حاجه مثلا، نضيف هنا عند الزائد ده اي صوره عندك نضيف. تمام. تطبيق، ظبط الشكل اللي انت عايزه. خلاص يعني انت وصلت كده مفيش مشكله ماشي تمام. ندوس على كلمه قص. الاسلوب، لون الحاجه انت عايز لونها ايه، الشكل اصلا عامل ازاي. ندوس كده على الموقع. عندك مثلا المكان نخليه تحت هنا كده. نغير طبعا اللون عشان اللون بتاعها ابيض. خلينا هنا. نيجي على اللون نخليه لون اخضر، وندوس على كلمة تركيب.
اول ما تدوس عليها طبعا هتبان هنا في الساعه تشتغل معاك زي كده لو باينه معاك، وهتسيبها شويه. يعني هي مش مسافه مش طويله معاك، يعني ممكن هي دقيقه بالكتير، بس لو النت بتاعك كويس مش هتكمل معاك حاجه. طبعا واحنا بنستنى كده في حاجه مهمه جدا ان انت نسيت تعملها، وهو لايك او تشترك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات زي ما قلت لك عشان يوصل لك كل جديد. وبس بكده تقريبا مفيش حاجه تانية نتكلم عنها، او انا ما نسيتش حاجه. لو نسيت طبعا حاجه ممكن تكتبها لي في التعليقات هنا، وممكن عندك طبعا لينك الانستجرام والفيسبوك ممكن تبعت عليهم. لو وقف قدامك اي حاجه زي ما قلت لك اكتبها لي في التعليقات هنا. لو انت مستعجل ابعت لي على الفيسبوك او الانستجرام، ورقم الواتساب برضو موجود معاك. واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله كتير، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.